اهلا بيكم ابطال تانية اعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض اسئلة امتحان محافظة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية. السؤال الاول: امام خريطة صماء للوطن العربي اكتب مدلول الارقام التي عليها. واحد: مسطح مائي. هنبص على المؤشر يا شباب، المحيط هنا طبعا اسمه المحيط الهندي. اتنين: اولى الدول المنتجة للبترول. طبعا اولى الدول المنتجة للبترول على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم في الحتة دي هي دولة السعودية. تلاتة: دولة منتجة للتمر. طبعا الدولة دي فيها نهرين دجلة والفرات عند المؤشر يا شباب، طبعا دي دولة العراق. أربعة: دائرة عرض. طبعا دائرة عرض اللي هنا تحت خالص دي دائرة الاستواء. خمسة: دولة منتجة للحديد. طبعا الدولة المنتجة للحديد في الحتة دي يا شباب هي دولة موريتانيا. ستة: أولى الدول المنتجة للرز. طبعا عندنا دولة مصر. السؤال اللي بعده: بما تفسر زيادة الطلب على المنتجات الزراعية بالوطن العربي؟ طبعا بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة. اتنين: للفوسفات أهمية اقتصادية كبيرة في الوطن العربي. طبعا أهميته كبيرة جدا ويستخدم في صناعة الأسمدة وصناعة المبيدات الحشرية ودبغ الجلود والطوب الحراري. ثلاثة: للصناعة أهمية كبيرة في وطننا العربي. طبعا الصناعة أولا بتوفر عندنا فرص عمل وبتوفر المواد الخام وعندنا بتوفر فرص العمل وزيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج، وأيضا الصناعة بترفع من قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. السؤال اللي بعده: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أكبر الدول العربية إنتاجا للموالح: فلسطين، العراق، مصر، المغرب. طبعا من أكبر الدول إنتاجا للموالح هي دولة فلسطين. اتنين: يدخل معدن نقط في صناعة أسلاك الكهرباء: الحديد، النحاس، الكبريت، المنجنيز. طبعا الإجابة معدن النحاس. تلاتة: من الواردات العربية: الأسماك، مستلزمات الإنتاج، الفوسفات، الصمغ العربي. طبعا الإجابة مستلزمات الإنتاج. ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة؟ ترتب عليها تنوع المحاصيل وزيادة التبادل والتكامل بين الدول العربية. اتنين: انتشار المراعي الفقيرة في الوطن العربي أدى ذلك إلى انتشار تربية الأغنام، وأن الأغنام أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي. ثلاثة: تقدم تكنولوجيا تسييل الغاز الطبيعي ونقله في الوطن العربي. طبعا أدى ذلك إلى تزايد إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي. السؤال اللي بعده ثانيا التاريخ: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. ظلت مصر تابعة للدولة العباسية في عصر الفاطميين. طبعا الإجابة خطأ، في عصر الأيوبيين. اتنين: استفاد المسلمون من علم الكيمياء في صناعة الأدوية. طبعا الإجابة صواب. تلاتة: التسامح من الأسس التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. طبعا الإجابة صواب. ما النتائج المترتبة على تولية العهد الأكثر من واحد في الدولة العباسية؟ طبعا ترتب على ذلك الصراع بين أبناء البيت العباسي على الحكم. اتنين: معركة حطين 583 هجرية. طبعا ترتب عليها انتصار المسلمين على الصليبيين، وقوع ملك بيت المقدس وإرناط في الأسر، التوجه إلى بيت المقدس وتخليصه من الصليبيين. تلاتة: أمانة وسماحة التجار المسلمين في البيع والشراء. طبعا ترتب عليها دخول الكثير من الناس في الإسلام. السؤال اللي بعده السؤال الرابع: إلى من تنسب الأعمال التالية؟ فتح عمورية وبنى مدينة اسمها مدينة سامراء. طبعا ده الخليفة المعتصم. اتنين: استرد عكا وصور وصيدا من أيدي الصليبيين. طبعا ده اللي أنهى الوجود الصليبي في بلاد الشام وهو الأشرف خليل ابن قلاوون. تلاتة: مكتشف الدورة الدموية. طبعا ده ابن النفيس. دل تاريخيا على صحة كل عبارة من العبارات الآتية: اهتم الخليفة المأمون بالعلم. طبعا الدليل على ذلك أنه شجع حركة الترجمة من الحضارات الأخرى. اتنين: نجحت الحملة الصليبية الأولى في تحقيق أهدافها. طبعا حيث نجحت في إقامة مملكة وثلاثة إمارات صليبية في الشرق، هي إمارة الرها شمال العراق، إمارة أنطاكيا شمال الشام، إمارة بيت المقدس ولتجعلوها مملكة صليبية لأهميتها الدينية، إمارة طرابلس على شاطئ البحر المتوسط.
3. زيادة سلطة صاحب الشرطة في العصرين الأموي والعباسي. طبعا الدليل على ذلك أصبح له الحق في النظر في الجرائم وإقامة الحدود والحفاظ على حياة الخلفاء. وبكده انتهينا من أسئلة امتحان المحافظة. شكرا لكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم، واشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد. وكان معكم مستر إبراهيم كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم ابطال تانية اعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض اسئلة امتحان محافظة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية. السؤال الاول: امام خريطة صماء للوطن العربي اكتب مدلول الارقام التي عليها. 1. مسطح مائي. هنبص على المؤشر يا شباب، المحيط هنا طبعا اسمه المحيط الهندي. 2. اولى الدول المنتجة للبترول. طبعا اولى الدول المنتجة للبترول على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم في الحتة دي هي دولة السعودية. 3. دولة منتجة للتمر. طبعا الدولة دي فيها نهرين دجلة والفرات عند المؤشر يا شباب، طبعا دي دولة العراق. 4. دائرة عرض. طبعا دائرة عرض اللي هنا تحت خالص دي دائرة الاستواء. 5. دولة منتجة للحديد. طبعا الدولة المنتجة للحديد في الحتة دي يا شباب هي دولة موريتانيا. 6. أولى الدول المنتجة للرز. طبعا عندنا دولة مصر. السؤال اللي بعده: بما تفسر زيادة الطلب على المنتجات الزراعية بالوطن العربي؟ طبعا بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة. 2. للفوسفات أهمية اقتصادية كبيرة في الوطن العربي. طبعا أهميته كبيرة جدا، ويستخدم في صناعة الأسمدة وصناعة المبيدات الحشرية ودبغ الجلود والطوب الحراري. 3. للصناعة أهمية كبيرة في وطننا العربي. طبعا الصناعة أولا بتوفر عندنا فرص عمل، وتوفر المواد الخام، وعندنا بتوفر فرص العمل وزيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج، وأيضا الصناعة بترفع من قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. السؤال اللي بعده: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أكبر الدول العربية إنتاجا للموالح: فلسطين، العراق، مصر، المغرب. طبعا من أكبر الدول إنتاجا للموالح هي دولة فلسطين. 2. يدخل معدن نقط في صناعة أسلاك الكهرباء: الحديد، النحاس، الكبريت، المنجنيز. طبعا الإجابة معدن النحاس. 3. من الواردات العربية: الأسماك، مستلزمات الإنتاج، الفوسفات، الصمغ العربي. طبعا الإجابة مستلزمات الإنتاج. ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي بالنسبة للزراعة؟ ترتب عليها تنوع المحاصيل وزيادة التبادل والتكامل بين الدول العربية. 2. انتشار المراعي الفقيرة في الوطن العربي.